بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم وأهلا بأحلى كحك للعيد. خلاص العيد على الأبواب، كل سنة وإحنا كلنا طيبين وكل البيوت عمرانة بكحك العيد إن شاء الله. أحلى كحك العيد هنعمله النهاردة مع بعض. خد الطريقة واعتمديها وانت مغمضة، ما تراجعيش ورايا زي ما بيقولوا. كحك جميل جدا ناعم بالسمنة البلدي ملبن. انا النهارده عملته بملبن، بس انت لو عايزه تعملي بعين الجمل والملبن مفيش اي مشكله خالص، كل واحد يعمل الحشوه اللي هو عايزها. ممكن كمان تعملي بالعجوه او ساده. يلا بينا نبدأ الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا أنا بعمل سمنة جاموسي على سمنة بقري، بس فلاحي أصلي يا جماعة. عشان تاخدي نتيجة حلوة لازم الكحك يكون فلاحي أصلي. بتسيبيها على النار بتسخن كويس، يعني بتسيبيها على نار هادية، بتحط لها ربع معلقة ملح بس وبتسيبيها بقى على نار هادية. بنجيب بقى كوباية كبيرة كده، أنا بستعمل خميرة بيرة. بحط قطعة كده قد حباية الفول الصغير، يعني قد حباية الفول أو أكبر شوية عشان برضو ما يخمرش مني قوي. وبحط عليه نص معلقة سكر، وبحط معلقة دقيق وشوية مية فترة زي دمع العين بالظبط. واقلبهم في بعض كده كويس قوي لحد ما تبقى سايله كويس، يعني هقلبهم لحد ما تبقى سايله قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين السكر يدوب كمان واغطيها واركنها على جنب. طيب هعمل ايه بعد كده؟ ده مقدار 2 كيلو دقيق مظبطاهم. حطيت عليهم كوبشتين كده سمسم، يعني انا الحقيقه ما بعيرش يعني شويه سمسم حلوين كده، بس ما تكتريش وما تقلليش، يعني كوبشتين حلوين كده بايدك. ده محلب مصحون ناعم قوي، وكمان متصفي بالمصفى عشان لو في اي حاجه. ودي كل كيلو عليه شويه فانيليا قد دول. بحط في العجين فانيليا وشويه ملح، يعني حوالي نص معلقه شاي صغيره ملح. خلاص هي دي كل الحاجات الجافه اللي احنا هنحطها. السمنه عندي سخنت كويس قوي قوي قوي، ووزنت السمنه بعد ما سيحتها كويس. الكيلو بياخد معايا 550 جرام سمنة يا جماعة سايحة. ما تحطيش سمنة توزنيها قبل ما تسيحيها، لان هي هتخس منك. بعد ما تسيحيها كويس وتسخن كويس اوزنيها على الميزان. الكيلو بياخد 550 جرام، بيطلع معاكي حلو جدا جدا. وبتحطيه طبعا بالشكل ده، وبتقعدي بقى كده بالمعلقة تفرديهم كده لحد ما تبرد معاكي، لانها بتبقى سخنة مولعة زي ما انت شايفة كده بالظبط. ونبدأ نبسس الكحك. يعني دول 2 كيلو كحك، حطيت عليهم كيلو و100 جرام سمنة سايحة سخنة. تمام، سمنة بلدي فلاحي. بنبدأ أهم مرحلة في الكحك، هي المرحلة اللي احنا هنعملها دلوقتي، بس الحقيقة العجينة سخنة قوي قوي. اسمها مرحلة التبسيس، اهي بدأت تبرد وبدأنا بقى نبسس الكحك بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. التبسيس ده هو أهم حاجة في مرحلة الكحك، لأنك بتدخلي كل الأنسجة ببعضها، وبتخلي الدقيق يمتزج كويس قوي بالسمنة. وعشان كده السمنة الكحكية بتطلع معاكي ناعمة قوي بالشكل ده، بتبقى مظبوطة جدا. بعد كده حطينا الخميرة ووزعناها كويس قوي في الدقيق في العجينة. بعد كده في روح الموز هحط كذا نقطة كده عشان برضو بتدي ريحة حلوة مع الفانيليا. انا حطيت فانيليا في الاول، وبحط روح الموز دلوقتي. وهحط معلقه يعني نص باكت، او يعني معلقه ممسوحه كده من بيكنج باودر بس. وبلم بوزع بقى الحاجات كلها في بعضها. طيب ناقص ايه بقى على العجينه؟ ناقص كوبايه ميه وكوبايه لبن. كل كيلو بياخد كوبايه سائل. عايزه تحطي كوبايتين لبن تمام، عايزه تحطي كوبايتين ميه تمام، بس الحقيقه انا حطيت كوبايه لبن كلها في الاول. بحط حاجه حبه حبه كده، واحده واحده حسب العجينه ما تاخد، ما بدلقش كله مره واحده. خلصت كده كوبايه اللبن، بعد كده هجيب كوبايه الميه، احط شويه شويه برضو لحد العجينه معايا في ايدي ما احس ان هي خلاص كده مظبوطه. وطبعا العجينه معايا ما خدتش كوبايه الميه كلها، يعني خدت كوبايه اللبن كلها وخدت كوبايه الميه الا معلقتين كده بس. هوريكم دلوقتي باقي قد ايه من كوبايه الميه. تمام، واحده واحده وانت بتعملي بتلمي، انت ما بتعجنيش، انت بتلمي العجينه. الكحك ما بتعجنش يا جماعه، الكحك بتلم في الايد بس. بصوا كده العجينه بقت زي الفل وجميله جدا. باقي دول بس من كوبايه الميه. تمام كده، خدت كوبايتين سائل الا معلقتين بس او حاجه.
طيب عايزه اشوف عجينتي بقى مظبوطه ولا لا، تيجي واخده كوره كده وعاملاها كده. اذا شققت منك يبقى العجينه لسه عايزه شويه حتت سمنه ولا حاجه. اذا كانت مظبوطه كده وزي الفل خلاص، يبقى اعتمد النتيجه والحمد لله رب العالمين. عجينتك، قصدي اعتمد العجينه وتبقى عجينتك كده زي الفل وناجحه والحمد لله. فاضل بقى نظبط الملبن. حطينا برضو حته سمنه بلدي حلوه كده، وعندنا السمسم اللي متنقي الجميل ده بنحمصه في السمنه البلدي تحميصه حلوه قوي، بحيث ان هو يبقى متحمص كويس قوي، ونيجي حاطينه على الملبن الجميل بتاعنا ده، ونعجنه بقى عجنه كويسه كده، بحيث ان احنا ندخل السمنه والسمسم في الملبن. تمام. طيب في ناقص حاجه بسيطه قوي هحطها، اللي هي نقطتين تلاتة أربعة كده من روح الموز، بتحطيها على الملبن بتاعك، بتخلي برضو ريحة الكحكاية جميلة جدا. وبعدين تبدأي تكوري بقى الملبن بتاعك بالكور اللي انت شايفاها دي. وكمان يعني اهم حاجه برضو انك تجهزي نفسك قبل ما تبداي تعملي الكحك. ما تقعديش بقى تعملي تاخدي حته بحته، لا، بتكوريهم كلهم في طبق كده جنبك عشان يبقى سهل عليكي العمايل ان شاء الله. وكمان بتكوري الكحك بتاعك. الحقيقه انا عملت الكحكايه على الميزان كوره كده، كوره صغيره 20 جرام، ودي حجمها حلو جدا جدا من غير حشوه. لما تحطي لها الحشوة هتبقى 25 أو 26 جرام. ولو هتحطي عين جمل هتبقى أكتر من كده طبعا، لأن انت بتحطي عين جمل مع الملبن، لكن أنا عملت ملبن بس. حتى ما وزنت الكور 20 جرام، كل الكور كلها 20 جرام. اولا الكحكايه هتبقى كل الكحكه هيبقى وزن واحد، هياخد تسويه واحده، شكله في الاخر بيبقى جميل جدا. نبدا بقى نحشي الكحكايه اهي 26 جرام 25 جرام كده في الحدود دي. ننقش بقى، ودي احلى مرحله عندي في الكحك، ان انا انقش الكحك. انا بنقش بطريقه عشوائيه، ماليش طريقه معينه، زي ما تيجي معايا بنقشها، بس في الاخر بيطلع الكحك جميل جدا وطعمه تحفه وشكله بيبقى جميل قوي، والنقشه ما بتروحش. وكمان لما تيجي تحط له السكر كمان بيبقى حلو قوي. شايفه النقشات الجميله دي؟ جميله جدا، وشكل النقش بيبقى حلو، ودي تعتبر احلى مرحله في الكحك. حلوه قوي قوي قوي. لون الكحكايه فاتح، شكلها جميل، لون ريحتها حلوه قوي قوي. السمنه كمان اختاري سمنه تكون حلوه، اختاري سمنه تكون سمنه فلاحي فلاحي، مش مضروبه، لان في ناس كتير بتبيع السمنه في السوق على ان هي فلاحي اصلي، بس هي مش فلاحي اصلي. طبعا انا مش عايزه ابطل نقش، النقش بحبه جدا. وبالمنقاش ما بحبش الحقيقه غير المنقاش الحقيقه، لانه بيطلع يعني بيفكرني طبعا بايام زمان، وانا بحب المنقاش الحقيقه. يلا قومي اعملي لولادك شويه كحك كده وعمري البيت وافرحي بالعيد، وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي انت وهي. بس بالله عليكم وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وحياة اغلى حاجه عندكم، اللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك. واشكركم جدا طبعا، وكل سنه وانتم طيبين. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك، وكل سنه وانتم طيبين برضو. خلصنا الكحك بتاعنا، سيبناه بقى يخمر. شوف شايفين الكحكايه قد الكحكايه، كله ميزان واحد. ودي الحقيقه بتريحك جدا وانت بتخبزي، كله بيبقى تسويه واحده، وكله بيبقى زي الفل. حاطينه بقى يخمر. شفتوا هنا بقى بدأ يخمر ازاي، وشكله بقى جميل، واضح عليه جدا ان هو بدأ يخمر. سيبيه يخمر براحته جدا، ما تكتريش خميره عشان مهما تغيبي عليه ما يخمرش جامد. سيبيه براحته يخمر براحته جدا، ومش ما وراكيش حاجه. المهم ان الحاجه بتاعتك تبقى ناجحه ومظبوطه. حطينا بقى الصواني في الفرن. نسوي التسويه على 180 على الرف الاوسط بس. ما بياخدش منك وقت يعني. الصينيتين دول مثلا او الدور بياخد حوالي تلت ساعه. بس برضو عينك عليه، لان كل واحد حسب الفرن بتاعه. بس انا كنت مظبطه الفرن على 180، وما ولعتش من فوق، لان هو بياخد لون من فوق ولونه من تحت بيبقى جميل جدا. يعني انا ما بولعش الكحك من فوق ابدا، ولا البيتي فور كمان بولع له من فوق. شايفين طلع ما شاء الله تبارك الله، اللون موحد كله. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان خبيز الالومنيوم احلى خبيز. وشايفين القعر عامل ازاي؟ والله العظيم الكحك يعني عايزه اقول لكم بونبوني بونبوني فعلا. اللون كله موحد زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. انا حبيت اقلب لكم كذا واحده اهو في الصينيتين نفس اللون، بسم الله ما شاء الله. اللون من فوق ومن تحت تحفه تحفه تحفه. والنعوميه مش عايزه اقول لكم بقى، بسم الله ما شاء الله. الملبن جميل جدا جدا، والتسويه هايله، والريحه والطعم كله حلو جدا جدا. كحك جميل، واحسن ما تشتري من بره جدا، وارخص وكل حاجه.
وكمان انت ضامنه السمنه اللي انت هتستخدميها شكلها ايه. ممكن ما يكونش ارخص على فكره، بس يكون انضف واحلى، والسمنه اللي انت هتستخدميها صحيه لاولادك وليكي. وبتفرحي البيت كده وبتعملي حاجات حلوه في البيت. كل سنه وانتم طيبين. دول الاتنين كيلو عملوا كميه حلوه جدا جدا. يعني الاتنين كيلو دقيق عملوا كميه كحك جميله قوي قوي، وكل كحكايه قد التانية، ومستوي ولونه وطعمه زي الفل. بعد كده هنبدأ بقى نعبي الكحك بتاعنا. احنا بنطلعه بالشكل ده. طبعا حطيت له السكر. برضو السكر يا اما بتجيبي سكر وتعمليه في الخلاط عندك، يا اما بتجيبي من سكر ما يكونش عليه نشا من مصدر موثوق فيه قوي قوي، وحاجة تكون محترمة يعني. بنعبي عندنا الكحك بالشكل ده في علبة ورق كده، بيروح لك بطريقة جميلة جدا. وفي الكبات الصغيرة قوي دي بيبقى شكله حلو قوي قوي. وكمان ده كيلو يا جماعة. الكيلو بالملبن 44 قطعة بالسكر بتاعه كله، بيبقى حلو قوي. شايفين شكل العلب شيك وحلو قوي ازاي. كمان في العيد ممكن نحط علب عليها عيد سعيد وحاجات من دي، بيبقى شكلها حلو جدا برضو. شايفين شكل العلب جميل ازاي، والكحك جميل وتحفة ودايب دوب، وطعمه حلو قوي. يعني انتوا هو على فكرة بيبان في الكاميرا ان هو كبير، لكن هو مش كبير ولا حاجة. وكمان بيوصل لكم بالشكل ده في علب شفافة. يعني اللي عايز في علبة كرتون بنعمله، اللي عايز في علبة شفافة بنعمله، في الآخر بيوصل لكم بالشكل الجميل التحفة قوي ده. العلبة بتتلزق وبيوصل لكم بالشكل ده. ايه رأيكم؟ كل سنة وانتم طيبين.